undisputed WWE champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. رومان رينز لسه مكمل باللقب، وطبعا ما فيش حد مصدقنا، فتعالى اثبت لك ازاي رومان رينز لسه مكمل باللقب واعرفك ازاي ده هيحصل. يلا بينا نعرف ايه الموضوع ده. I'm the best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. وقبل ما نبدا الفيديو كالعاده ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات اي حاجه كده عاوز تسالها ولا اي حاجه اجاوبك عليها ان شاء الله، وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. بصوا يا رجاله، في توقع كده يعني يا جماعه لو حصل هيبقى توقع جامد جدا، وهتبقى الدبليو لسه في مجدها، وهتبقى حاجه جامده جدا، وهنقول شابوه من هنا للصبح لتريبل اتش. يعني رومان رينز نشر عنده على الانستجرام استعداداته للعوده يعني وكده. هو في توقع كده ان رومان رينز يظهر في عرض سماك داون الجاي بلقب اليونيفرسال الازرق. ممكن يكون رومان رينز فصل الالقاب، ممكن يكون رومان رينز حتى وهو بيتعدى عليه ضحك، فهو ايه حاجه من الاثنين، يا اما رومان رينز ضحك لنهايه فترته يعني وكده، او ان رومان رينز ضحك بسبب ان هو فصل الالقاب. وليه ما يفصلوش الالقاب؟ بانهم فصلوا القاب التاج تيم، فليه ما يفصلوش القاب الاتحاد ويكون كده كودي رودز معاه اللقب الاسود ورومان رينز معاه اللقب الازرق. حاجه كمان هتوضح لك حته الكلام دي، ان سامانتا وهي بتقدم كودي رودز ما قالتش على لقب اليونيفرسال. ما قالتش يونيفرسال. احنا الوحيدين اللي ما خدناش بالنا، احنا مش عارف ازاي احنا ما خدناش بالنا، بس يعني تمام. رومان رينز طبعا هيكون معاه لقب، معاه اللقب الاسود، ممكن نلاقي رومان رينز داخل لنا باللقب الازرق وكلنا نتخض خضه، او ان هو يقوم اعلن فجاه كده ان هو كان فصل الالقاب، ويبقى رومان رينز لسه مكمل بلقب اليونيفرسال الازرق وكودي رودز معاه اللقب الاسود. فده توقع جامد جدا 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 جدا. انا اتمنى بصراحه يبقى توقع خيالي وما حصلش قبل كده، وحاجه يعني جامده جدا. انا اتمناها صراحه، يعني حاجه تبقى عالميه وكلنا هننبسط بالموضوع ده. يبقى كودي رودز مع لقب ورومان رينز مع لقب، يا عم تبقى جامده قوي. وكمان لو تفتكروا في الاول خالص كان غلطوا غلطه قبل كده، وكتبوا في الصوره بتاعت الاعلان برومان رينز وكودي رودز كان كتبوا فوقها على اللقب اللي هو لقب الاسود، ما كانوش كتبوا اللي هو اندسبيوتد دبليو يونيفرسال هيفي ويت شامبيون شيب، كانوا كاتبين على اللقب الاسود بس. فليه ما تكونش دي تلميحه من زمان واحنا ما خدناش بالنا؟ يبقى شابوه جدا 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 لتريبل اتش على الموضوع ده. انا بصراحه متحمس جدا جدا لسماك داون الجاي، انا مستني سماك داون الجاي، استنوا توقعات سماك داون الجاي. وده كان كده توقع على السريع كده واثبت لكم الموضوع فيه. فيلا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات ايه رايك في التوقع ده. ويلا سلام.